احلى كبده ممكن تعمليها هي الكبده الضاني. ازاي تطلعي ريحه الزفاره بتاعتها وتحتفظي بالقيمه الغذائيه بتاعتها وتطلع معاكي طريه وجميله كده وتحفه؟ اللبن يا جماعه هو علاج الكبده. الكبده لا بتتشطف ولا بيحصل لها اي حاجه، بتتنقع في حبه لبن كده. يعني انا عامله مثلا نص كيلو من الكبده الضاني، حطيتهم في كوبايتين لبن وتركتهم كده على جنب. وبعد ما يتنقعوا كده حوالي 10 دقايق في اللبن بيطلعوا على مصفى. بحط كده حبة زيت صغيرين لأن الكبدة مش محتاجة زيت ياما. دي الكبدة كده بعد ما حطيتها في المصفى تنزل بقى كل اللبن والدم اللي جواها، وتطلع معاكي تحفة. بس طبعا هي الكبدة بتاعتي يعني أنا طلعتها كده ما كانتش فكة قوي يعني. فبحط كده شوية زيت، وبعدين احط الثوم بتاعي، وبعدين انزل بالكبدة بتاعتي واقلب كويس قوي وشوية كمون ونقلب كويس جدا جدا. بصوا كده اول ما الكبدة ابتدى لونها يغير نزلت عليها بمعلقة من الشطة، معلقة من الفلفل، وقلبتهم كويس جدا. هاسيبها طبعا الكبدة متاخدش معايا 7 8 دقايق على النار. شوية كمون تاني، وبعدين بقلب كده كويس قوي عشان تبتدي تستوى معايا. كان في قطعة كده زي ما انتم شايفين كانت لسه برضو مجمدة شوية، حاولت ان انا افككها. طبعا مع النار هتستوى. بصوا ده قرن فلفل كده طويل وسبايسي، قسمته نصين، نص كده قطعته قطع على الكبدة بتاعتي، والنص التاني زي ما انتم شايفين كده سبته زي ما هو صحيح. هو هيديني الطعم بس في نفس الوقت مش هيكون سبايسي عشان خاطر الولاد. وقلبت كده كويس قوي قوي قوي. بصوا كده الكبده دخلت معايا على السوا في اقل من 5 دقايق. بديها تقلبتين كمان وخليها تكمل ال8 دقايق بتوعها او 10 دقايق على حسب البوتاجاز، وبتبقى معاكي زي الفل. لا بيبقى فيها ريحه زفاره ولا اي حاجه. طبعا وانا بصبها في الاطباق بحط عليها الليمون وبتطلع قمره. ده شكلها. بتمنى وصفتي النهارده تكون عجبتكم، متنسونيش لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامه.